اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. انا قلت لكم ده واحد بيهجص، دايما بيهجص في كل كلامه، دايما بيهجص في كل كلامه، وبيحب يهجص على الناس ويضحك على الناس، والكلام كله منتهى التعسف فتنه. طبعا هو بيحب بيقول كلام منتهى التعسف فتنه، كلام كله ويعني كلامه كله كره وحقد وغل تجاه النادي الاهلي. طبعا هو بيقول كلام يعني بيحب يسير الجدل بكلامه، بيعمل تعصب وفتنه، بيحب الترند واللقطه يعني. حجاص طبعا بيحب الترند واللقطه جامد يعني. فطبعا حجاص طبعا هو بيقول حاجات يعني بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلام وبينم عن التعصب والفتنه. فطبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي. فطبعا هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على الارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسه، عملوا عقده من سنين يعني. طبعا هجاص طبعا هو 100 وش بتاعه، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا في حياته، فتنسوه منافق ومدرس وكذاب، وان هو بيقرا، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما قلبه تجاه النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم يعني حاجه بجد، يعني حاجه غير محترمه وحاجه بطلت تعصب فكره. تعالوا شوفوا معايا كده. وبيراميدز هو افضل فريق في مصر في الوقت الحالي وافريقيا يعني والله عايز اقول لك يا هجاص يعني، واللي برضه اللي معاه برضه يعني، عايز اقول بس اللي معاه اسلام الحاقد، اسلام صادق الحاقد اللي هو بيكره النادي الاهلي دايما يعني. اسلام صادق اللي هو الزملكاوي اللي قلت لكم عليه ان هو عمره ما كان محايد، اللي معاه اسلام صادق بيقول له ان بيراميدز احسن فريق في مصر. طب احنا قلنا قبل كده ان بيراميدز فريق قوي، لكن قلنا اقوى سكوادا هو النادي الاهلي، اقوى سكواد في مصر وافريقيا هو النادي الاهلي. هتيجي تقول مثلا طب هو ما حققش، لان عند الايام دي كولر المدير الفني ما فيش مدرب عندنا، فعشان كده الريتم الاهلي وقع. لو عندنا مدرب مدرب هجومي طبعا هتلاقي الاهلي في حاجه ثانيه، هتلاقي مستوى كل حاجه. لكن كواقع وفي كل حاجه الاهلي اقوى سكوادا واقوى فريق في مصر وافريقيا. مش انا اللي بقول الارقام، والتاريخ هو اللي يعني الارقام هي اللي بتتكلم واللي هي اللي بتقول. فهو لما يجي يقول اقوى مصر، طبعا اقوى فريق، الثاني يقول اقوى فريق في مصر، والثاني يقول له اقوى في افريقيا كمان. يعني افريقيا بناء عليها هجاص، هل هو خد بطولات قبل كده في افريقيا واحنا مش عارفين؟ مش عارف برضه هجاص. ماشي فريق قوي، بس اقوى سكواد هو النادي الاهلي. بيراميدز فريق قوي بس اقوى سكواد هو النادي الاهلي، واقوى فريق في مصر وافريقيا هو النادي الاهلي بالارقام. مش بقول كده وخلاص. ف واسالوا اي حد، مش انا بقول كده وخلاص، اسالوا اي حد يعني اقوى فريق مصر وافريقيا هو النادي الاهلي. لكن الايام دي عشان المدرب كولر مش يعني موقع الفرقه، فده اللي مخلي شكل الاهلي كده. لكن غير كده الاهلي حاجه ثانيه. لو عنده مدرب كويس، لكن هو دايما بيحبوا يصيروا الجدل يعني، هما الاثنين زملكاويه وبيكرهوا جدا النادي الاهلي. فطبعا هجاص طبعا هو بيحب يصير جدل زي ما قلت لكم، وبيحب الترند واللقطه يعني. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.